بسبب أحمد فتوح نجم الزمالك يحذر إدارة القلعة البيضاء. أحمد ديودار لاعب الزمالك السابق وجه رسالة تحذيرية إلى مسؤول نادي الزمالك بشأن اللاعب أحمد فتوح لاعب وظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. أحمد فتوح واللي بينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وسط حالة جدل كبيرة بتخص ملف تجديد التعاقد مع اللاعب في ظل ارتباط اسمه بالنادي الأهلي مؤخرا. أحمد ديودار وعبر تصريحاته الأخيرة قال إن الأهلي بيتجاهل فكرة تدعيم الجبهة اليسرى وتجاهل عن عمد اللاعب الشاب محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي لرغبته الأساسية في ضم أحمد فتوح من الزمالك. محمد أشرف واللي تمت إعارته إلى نادي زد أكد ديودار أن الأهلي تجاهله لأنه يفاوض أحمد فتوح منذ شهور وينتظر فقط نهاية عقد اللاعب مع الزمالك. وحذر أحمد ديودار خلال تصريحاته بأن أحمد فتوح إن لم يحصل على مستحقاته المتأخرة سينتقل إلى صفوف الأهلي لأن الضغوط التي تمارس عليه غير طبيعية.